تخيل لو تقدر ترجع بالزمن لورا، مش لآلاف ولا حتى لملايين السنين، ترجع لمليارات السنين، وتحديدا قبل 13 مليار سنة، اللحظة اللي ما كانش فيها أي حاجة خالص، لا أرض ولا نجوم ولا زمان ولا حتى مكان، وفجأة وفي لحظة ما يحصل انفجار هائل، وتبقى دي بداية كل حاجة في الكون. انفجار عظيم غير كل القوانين، كان سبب في تكوين مجرات ونجوم وكواكب. بس يا ترى ايه اللي حصل في اللحظة دي، وازاي الانفجار ده صنع الكون اللي احنا عايشين فيه دلوقتي؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من مسلماينز، واللي هنتكلم فيها عن الانفجار العظيم. بداية ظهور نظرية الانفجار العظيم كانت على إيد عالمين، الأول هو الروسي ألكسندر فريدمان، والتاني هو العالم البلجيكي جورج لوميتر. فريدمان سنة 1922 حل معادلات النسبية واستنتج إن الكون بيتوسع، وبعدها العالم لوميتر سنة 1927 طور النظرية دي، وفي سنة 1929 عالم الفلك الأمريكي إدوين هابل أكد وجود مجرات بتبعد عن بعضها بمسافات كبيرة، وده كان أول استنتاج داعم نظرية تمدد الكون اللي هي نفسها بقت تعرف بعد كده باسم نظرية الانفجار العظيم. لوميتر كمان أضاف فكرة إن الكون في بدايته كان منكمش في نقطة واحدة وانفجر انفجار ضخم جدا، وبسبب الانفجار ده بدأ الكون في التوسع. الفكرة دي هي اللي خلت العلماء يبدأوا يتعاملوا مع فرضية إن الكون ليه بداية، وفي سنة 1948 واحد من طلبة العالم فريدمان وهو العالم جورج جامو قدر يفسر إزاي حصل التخليق النووي في اللحظات الأولى للكون، وإزاي اتكونت العناصر الخفيفة زي الهيليوم والليثيوم. لكن المشكلة اللي قابلته هي ان ازاي العناصر الاتقل من الهيليوم والليثيوم بدأوا يتشكلوا. وفي الوقت ده كان في عالم تاني اسمه فراد هويل كان دايما بيشكك في نظرية الانفجار العظيم، وكان بيطلق عليها اسم بيج بانج، والاسم ده هو اللي علق مع كل العلماء وانتشر بعد كده. نظرية البيج بانج بتقول إن الكون بدأ من حوالي 13 مليار سنة. في اللحظة دي الكون كان عبارة عن نقطة تفرد بكثافة عالية جدا وحرارة مش ممكن نتخيلها، والظروف دي مش بتطبق فيها قوانين الفيزياء اللي نعرفها، وده لأن القوى الطبيعية الأربعة الأساسية المعروفة في الكون وقتها، واللي هما الجاذبية والكهرومغناطيسية والنووية الكبرى والنووية الصغرى، كانت في الوقت ده متحدة في قوة واحدة. لكن فجأة حصل انفجار ضخم خلى الكون يتوسع بسرعة أكبر من سرعة الضوء. المرحلة دي اسمها التضخم الكوني، واستمرت لأجزاء صغيرة جدا من الثانية، لكن بعد لحظات من الانفجار ده الحرارة قلت بشكل كبير، وكثافة الطاقة هي كمان نزلت بشكل كبير، وده اللي خلى قوة الجاذبية بتنفصل عن باقي القوى. من اللحظة دي بقى قوانين الفيزياء بتاعتنا قدرت تفسر الأحداث اللي حصلت بعد كده، وبناء على النظرية النسبية العامة في المرحلة دي الكون ما كانش فيه المادة اللي نعرفها دلوقتي، لكنه كان عبارة عن جسيمات وجسيمات مضادة بتظهر وتختفي بسرعة. بعد ما التضخم ده انتهى بشكل غامض بدأ يحصل تدفق كبير جدا من المادة والإشعاع، وده اللي بنسميه إعادة التسخين. من هنا بدأ الكون يتعبى بالمواد اللي نعرفها النهاردة زي الجسيمات والذرات اللي هتتحول بعد كده في النهاية لنجوم ومجرات. وفي كل الصور اللي بتصورها التلسكوبات بنشوف مجرات بعيدة جدا زي مثلا مجرة GN-Z11 اللي هي واحدة من أقدم المجرات اللي ظهرت بعد الانفجار العظيم بوقت قصير. كل اللي حصل ده كان في خلال أول ثانية بس بعد ما الكون اتولد، وكانت درجة الحرارة وقتها مش معقولة، حوالي 10 مليار درجة فرنهايت، أو بمعنى أصح حوالي 5.5 مليار درجة مئوية. الكون وقتها كان مليان جسيمات أساسية زي النيوترونات والإلكترونات والبروتونات اللي هي أساس كل حاجة موجودة النهاردة. المرحلة دي كانت مستحيل نشوفها لأن الضوء ما كانش قادر ينتقل بسبب الإلكترونات الحرة اللي كانت بتشتت الفوتونات وقتها، زي ما ضوء الشمس بيشتت في السحاب دلوقتي بالظبط. لكن مع الوقت الإلكترونات الحرة اتحدت مع النواة وكونت ذرات متعادلة، وده سمح للضوء إنه ينتشر أخيرا بعد حوالي 380 ألف سنة من الانفجار العظيم. العالم جامو كمل تطوير النظرية وحط فرضية تانية بتقول إنه مع توسع الكون وانخفاض درجة الحرارة الفوتونات اتحررت من المادة لما كان عمر الكون حوالي 300 ألف سنة، وافترض إن الإشعاع ده هو الإشعاع اللي اتسمى إشعاع الخلفية الكونية، وإن الإشعاع ده لسه بيلف في أرجاء الكون وممكن نرصده دلوقتي. وبالفعل سنة 1965 تم رصد الإشعاع ده، وده كان من ضمن الحاجات اللي عززت بشكل كبير نظرية البيج بانج، وكمان كان تاني دعم قوي للنظرية. والنظرية كمان بتأكد إن الكون بيتمدد ويتوسع باستمرار، وكل حاجة فيه بتبعد عن بعضها بسرعة كبيرة جدا، والسرعة دي كمان بتزيد مع الوقت.
فعلى سبيل المثال مثلا لو في مجرة بعيدة عننا دلوقتي حوالي مليون سنة ضوئية، بعد سنة المجرة دي هتبقى بعيدة عننا مليار السنة ضوئية. وده معناه ان هيجي وقت المجرات هتكون بعيدة عننا قوي لدرجة ان النور اللي بيجي منها مش هيقدر يوصل لنا. طب هل يا ترى تم اثبات نظرية البيج بانج ولا هي مجرد تكهنات؟ ما نقدرش نقول بشكل قاطع ان نظرية الانفجار العظيم تم اثباتها، بس نقدر نقول ان في ادلة قوية بتدعمها، وكل اختبار اتعمل عليها لحد دلوقتي بيأكد النظرية. العلماء ما يقدروش يثبتوا حاجة زي الرياضيين، بس يقدروا يقولوا ان الادلة بتدعم النظرية بدرجة كبيرة حتى لو كان مش بنسبة 100%. نيجي بقى لسؤال مهم جدا، هل في اثبات من القرآن الكريم او السنة النبوية على فرضيات نظرية البيج بانج؟ خلينا نقول ان اهم 3 بنود قايمة عليهم النظرية واللي العلماء وصلوا لهم بعد مجهود كبير القرآن أشار ليهم من أكتر من 1400 سنة. أول بند مثلا تم ذكره في الآية الكريمة اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. معنى الآية إن السماوات والأرض بكل ما فيها من مجرات وكواكب ونجوم اللي بيشكلوا الكون دلوقتي كانوا في الأول عبارة عن كتلة واحدة ملتصقة. كلمة رتق اللي ظهرت في الآية معناها الالتصاق، وبعد كده حصل انفصال للكتلة دي وانفجار كبير نتج عنه تكون المجرات والكواكب والنجوم، وده بالظبط اللي اكتشفه العلماء في نهاية القرن العشرين. أما تاني بند في النظرية هو إن الكون بعد الانفجار كان معتم تماما، فالقرآن الكريم وصف المادة اللي نشأ منها الكون بإن هي دخان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وعلماء الفيزياء النظرية والفلك قالوا إن الدخان الكوني كان خليط من الغازات السخنة المعتمة اللي كان فيها جسيمات أولية للمادة. وفعلا في 8 نوفمبر سنة 1989 وكالة الفضاء الأمريكية أطلقت مركبة فضائية هدفها الأساسي إنها تحاول ترصد الإشعاعية الكونية الأولية وتقيس درجة الحرارة وتدرس الكثافة المادية والضوئية والموجات الدقيقة في الكون بعيدا عن تأثير الغلاف الجوي للأرض. المركبة دي بعتت كم كبير من المعلومات وملايين من الصور اللي أثبتت فعلا وجود آثار للدخان الكوني الأولي اللي نتج عن الانفجار العظيم. وعلى بعد حوالي 10 مليار سنة ضوئية الصور دي وضحت إن الدخان الكوني كان في حالة ظلام تام، وهي الحالة اللي سادت الكون في المراحل الأولى. أما البند الأخير من النظرية هو بند توسع الكون، وربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول: والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. والآية هنا بتوضح إن الكون واللي تم التعبير عنه بلفظ السماء هو دايما في حالة توسع دائم، وكلمة لموسعون اللي ذكرت في الآية بتفيد إن الكون في حالة توسع مستمر سواء في الماضي أو الحاضر أو حتى المستقبل. وخلينا نأكد إن الواحد لما بيتكلم عن الفضاء وبيقرأ عنه وبيعرف معلومات أكتر الحاجة الأولى والأهم اللي بتيجي في باله إنه يقول سبحان الله. دي كانت كل معلوماتنا في حلقة النهاردة من مسلماينز. ما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو، سبسكرايب للقناة عشان توصلكم فيديوهاتنا الجاية كلها.